السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني كتير كتير. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض الكيكة الحلوة القمر دي بصوص جميل، وايه، من غير ولا بيضة، لا بيض ولا لبن ولا حتى مضرب ولا خلاط. شفتوا بقى؟ مفيش أسهل من كده. بإذن الله هتقومي تعمليها بعد الفيديو. حاجة سهلة وجميلة جدا ومكوناتها موجودة عندك في البيت. شايفين الهشاشة بتاعتها؟ هشة وطرية ومعاها أحلى وألذ صوص بالبرتقال. حاجة كده تحفة. أحلى كيكة اقتصادية تعمليها في جو الشتا ده مع فنجان الشاي. مفيش أسهل من كده. يلا بينا نقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونشوف المكونات بتاعتنا. معايا هنا في أي بولة كوبايتين ونص من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة من الملح. هنقلب المكونات دي كده مع بعضها، وبعد كده تعالوا بقى نشوف بقية المكونات بتاعتنا. في أي بولة تانية هنحط كوباية من السكر، ويا ريت يعني يكون ناعم، وكوباية من عصير برتقان، حط عليها نص معلقة من الفروتي عشان يعزز لي اللون، ونص كوباية من الزيت، ومعايا معلقة صغيرة من بشر البرتقان والفانيليا. بس كده، مفيش أسهل من كده. هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها لحد لما السكر بتاعنا يدوب. ومعايا الفانيليا بتاعتي، انا مستخدمه هنا الفانيليا بنكهه البرتقال، حلوه قوي، بتدي نكهه حلوه للكيكه بتاعتي. لو انت ما عندكيش عصير برتقال وعايزه تعمليها، ممكن بكوبايه ميه وتحطي عليها معلقه كبيره من الفروتي. بس طبعا احنا دلوقتي في موسم البرتقال، والبرتقال مالي السوق كله، فطبعا هتبقى احسن وافيد. اخر حاجه هنضيفها هي معلقه كبيره من الخل، لان طبعا دي بتخلي الكيكه بتاعتي تكون هشه، لان مفيش بيض. خلاص كده قلبنا كل المكونات بتاعتنا. هننزل بقى بالدقيق والبودر، وطبعا هندخلهم كويس جدا، دي اهم حاجه عشان الكيكه بتاعتنا تطلع هشه وجميله. في الوقت ده طبعا احنا مسخنين الفرن بتاعنا على 180. قبل ما نبدأ في الكيكه لازم نسخن الفرن كويس جدا على 180 درجه. والكيكه بتاعتنا هنحطها على الرف اللي في النص على الشبكه. هتاخد معايا من نص ساعة لساعة الا ربع. بعد ما خلطنا المكونات كده كويس، شايفين التقل بتاع الخليط بتاعي تقيل، مش هو ده الخليط اللي انا عايزاه للكيكة. هنضيف ايه بقى؟ نص كوباية من المية السخنة المغلية. شايفين يا جماعة؟ ملاحظين البخار؟ لازم تكون سخنة. هي دي بقى السر بتاع الكيكة بتاعتنا وبتاع الهشاشة اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو. نص كوباية من المية السخنة هنبدأ نضيفها كده على الخليط. شايفين الخليط بتاعي بقى عامل ازاي؟ وهتاخدي بالك بعد ما تضيفي المية هتلاقي الخليط بقى هش جدا، وبقى فيه فقاعات كده، بقى خفيف قوي. بعد كده هننزل بقى في القالب بتاعي، طبعا دهناه بالزيت ومبطناه بالدقيق. اي قالب عندك هتبدأي تستخدميه. انا هستخدم القالب ده. تمام كده. بعد كده ببدأ ان انا بس اخبطها حاجة بسيطة عشان تطلع كل الهواء اللي فيها. بعد ما طلعت معايا من الفرن، طلعت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنا كانت خلاص بردت معايا. هنبدأ بقى نطلعها من الصينية ونقلبها على الطبق. هتتقلب معايا بكل سهولة. يا ريت لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش اللايك الجميل منك. وعايزاكي كده تقومي حالا دلوقتي تعمليها. حاجة حلوة قوي هتعجبك جدا. وعايزة رأيك في الكومنتات كده، دعوة حلوة ولايك جميل منك كده. شايفين الهشاشة بتاعتها طرية جدا جدا، هشة. بصوا، تحسوا ان هي كده قطعة جاتوه بجد والله يا بنات. يعني مش هتقولوا ان دي ازاي معمولة من غير بيض. هشة جدا وجميلة جدا. طبعا عشان بقى ايه ندلع كده الكيكة بتاعتنا، هنعمل لها صوص حلو قوي. معايا كوباية من عصير برتقال، حط عليها معلقة من الفروتي، معلقة صغيرة خالص من الفروتي عشان خاطر اللون، ومعلقة كبيرة من النشا، ومعلقتين من السكر. هنقلب كل ده كده على البارد، وبعد كده هنرفعهم على النار، على نار هادية.
وهتفضلي تقلبيه لحد لما يتقل معايا ويوصل لي السمك ده. شايفين كده اهو. بس كده هنفضيه بقى في طبق وهنسيبه بس يدفى، وبعد كده هنضيفه على الكيكة بتاعتنا. ما تستنيش لحد لما يبرد، لا، وهو دافي كده هنضيفه على الكيكة علشان يمسك على الكيكة بتاعتي. طعمه في منتهى الجمال. بصوا بقى، في حتة مزازة كده حلوة، جميل قوي 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 قوي. هنبدأ بقى نزين الكيكة بتاعتنا كده، حاجة تحفة، سهلة جدا واقتصادية ومفيش أحسن من كده، بس طعمها خطير يا بنات، والله هيعجبكم جدا. أتمنى كده إن الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش بقى في اللايك الجميل، ولو عجبك الفيديو يا ريت تشيرهولي مع كل أصحابك وحبايبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.